بس الزلقة بس بين قبيلتين، اه. مزين وترابين. يلا بينا يا شباب. تعال يمين تعال. جيت نتصور. حلو. يلا صور صور. يلا هوب. في بيان أو إفادة اجتماعية، الإجابة بتاعتهم مش كلام بس سؤال إجابته تتطلب سفر. السؤال هنا هو سؤال واحد. كان نفسي أسافر لمكان فيه جبال زي الصور اللي أنا بشوفها على الانستجرام مثلا، الناس اللي سافرت هنا وسافرت هنا، بس طبعا اللي هم برا مش اللي هنا في مصر، لأن برا الطبيعة مختلفة عن اللي موجود هنا. بس يعني الحمد لله لقيت مكان قريب للي موجود بره هنا في مصر. كنت عايز اعيش المغامره دي واشوف الاحساس المختلف ده، فقررت اطلع شبه جزيره سيناء او بالبلدي كده سينا، لان هناك فيها المناطق المشهوره بالجبل. وكنت قريت كده درب سينا، او يعني حمله كده عاملينها اللي هي درب سينا، فقلت اجرب الموضوع ده اشوفه يعني ايه الجديد فيه، ايه المختلف فيه. فخدت التجربه دي في رحله بتاعت 15 ساعه، يعني بتتكلم مثلا 3 ساعات مثلا من هنا او ساعتين مثلا من اسكندريه للقاهره، والباقي بقى من 12 ل 13 ساعه من القاهره لسينا، يعني في قلب الجبل جوه. فالموضوع ما كانش سهل بدايه يعني. كمان الهدف ما كنتش بس ان انا عايز اعيش المغامره، كنت برضو محتاج ان انا افصل من ضغط الشغل اللي انا فيه، لان القطاع المصرفي برضو الضغط فيه عالي، الشغل فيه مش سهل يعني زي ما اغلب الناس متخيل. نرجع لمرجعنا، وابتديت من يوم الاربعاء، يعني كده لازم الخميس كنا نكون هناك، فمشيت من الشغل. وبعد كده الباص نزلنا في الخيمة عشان احنا نقدر ناخد البريفنج، او بمعنى اصح يعني تبقى فاهم البيئة اللي انت هتقعد فيها هتبقى ماشية ازاي، او تبقى حتى على الاقل فاهم الباك جراوند اللي انت هتقعد فيها، لان انت كده جاي دخيل على مكان غريب. Realize this when we hike longer days, we understand our body, and this is I think it's important for each person of us to understand his body, because this is the only thing can carry you, can make you happy, can make you angry, can make you sad. It's you. When you go there, I'm coming, I'm thinking only myself, but there is a snake sleeping there. So I should think about it. Should think about the shadow, because what you will use, somebody else will use. So we think twice. How I'm gonna check? To look very good, and if I see something moving unnormal, so I should check with a stick or with something, not with my hand, never with my hand. اخدنا البريفنج او اخدنا المعلومات المفروض اللي احنا كنا هنحتاجها وطلعنا وابتدينا في الهايك. بس الشجرة شجرة غريبة شوي، عاملة زي النخلة. حتة صعبة. وهنا برضه بس صغيرة أوي. ده النبات العادي اللي بيطلع في الجبل. دي ممكن تلاقيها شجرة اللي هي بيقولوا عليها الحراش. حراش. دي مش بتنبت في الصحراء، دي تلاقيها شجرة حد رامي بذرة. ممكن بقى مكان أكل ولا حاجة. نعمل عليها كده عشان المية. دي إيه دي بقى؟ مش عارف، دي شجرة شكلها حلو جدا، بس دي مش بتنبت في الصحراء، يعني دي طالعة تلاقي حد رمى بذرة هنا طلعت. ممكن حراش. حراش. شكلها دي، بص هي طلعت هنا كمان. هو ده الحراش. هناك ممكن بتلاقي حد رمى بذرة من هنا. لا شمال أحسن. ما أطلع كده أحسن.
بالنسبة لي أحسن أهو. بعد ما طلعنا أول جزء تقريبا من الرحلة أو أول جزء من الجبل اللي احنا المفروض كنا نعديه، وصلنا لمكان أنا ما كنتش متخيل إن هو هيبقى موجود، في واحة في وسط الصحراء. أنا استغربت بصراحة، لأن أنا مخيلتي كلها إن الطبيعي صحراء كده كده مش هتلاقي أي نخل أي شجرة، مش طبيعي إنك تلاقي الحتة دي. لحد ما رحنا هناك وشفناها وقعدنا واتغدينا هناك. خلصنا الغدا ومسلم خدنا، رحنا على الوادي الملون او الكالرد كانيون بمعنى اصح. بس قبل ما نروح هناك مسلم قعد يقول لنا على شويه معلومات كده، وكان منهم شجره كده انا استغربت، او نبات استغربت ان هو طالع في وسط الجبل. ده الصف تاني اهو، بس ده يعني لسه للصف تاني، بس ده فيه الروح شوية. ده اللصف. هو اللصف. سبحان الله هنا طالع زي كده في الجبل، في الساند ستون ما بيهمه، بيمشي الجدر بتاعه. سبحان الله. يعني مش جامد، اللي هو ساند ستون رمله، بتعتبر رمله بس بعد المي تبقى كمان اسهل انك تمشي زي كده. فعشان كده هنا طالع سبحان الله حاجه غريبه. ده من جوه في لون ثاني خالص، يعني انت لو ركزت عليه لونه ثاني، شايفين؟ وهنا في لون جوه. الحجاره بتاعت البحر. ايوه بتلاقيه فيه. منور والله. هلا والله. بعد ما نزلنا من الكالرد كانيون مشينا كده في مكان رملي قوي، لقينا فيه صخور ولقينا فيه اثر كده موجود في الرمل، فلقينا الدليل اللي عارف الاثر بتاع التعبان. ما كنتش ان هو متخيل ان هو هيكون تعبان. قال لنا ده اخطر نوع من انواع التعابين اللي موجوده في الصحراء، طريشه. تعال يمين تعال. كيف تتصور حلوه. يلا صور وسع عجم الغداء. وسع كده لسه نايمه خلي بالك. وسع كده يا تعال يمين. وسعوا من هنا يعني عشان هي هتقع هنا. خلي بالك لحد دلوقتي لسه نايمه. فين هي؟ ايوه راحت فين؟ كل ده راحت فين؟ ده مش حاسه خالص. مش حاسه. اصبر عربه اصبر عربه. سيبها نايمه. لا خليها تموتها ليه؟ خليها ما تموتهاش. تحرك ايه؟ صور تتحرك. هي مش سامة صح؟ بتقرب بس. يسمع. شايف الاثر بتاعها خطير اصلا، وهي ماشيه كده الجره بتاعتها خطير. بس تمشي تتلوى كده. شايف؟ واحنا جايين الاثر بتاعها 3 مش ماشيه على طول. خليكوا تحت طيب تنزل او ترجع تاني.
وبعد كده كان مقرر ان احنا نروح لوادي الوشواشي، بس عشان نروح له لازم في جبل او في طريق معين كده لازم ناخده، اللي هي بمعنى صح الدودة الناشفة. انا عامل زحاليق بايديا الاتنين. يب. النبي لو احنا هنسيق الشارع ولا هننضفه مش هنعمل كده. يا دودة ناشفة شوية. وبعد كده وصلنا المكان وريحنا فيه شوية، عملنا كامبينج يعني. From the 80s, like 86 till 87, 97 was 10 years amazing. أحلى 10 سنين for the tourism in Nuevo. It was that time. Oof. Really special people coming there. Ziggy Marley stayed 1 week with us in the camp with his sister. And we knew from the beginning that this is Ziggy Marley because everybody was there listening to Bob Marley. Because the workers was most of them from Sudan, Africa. So they are loving, yes, they love Ziggy. And they love Bob Marley because of the history. فقررنا ان احنا نريح شوية، فطبيعي انك تريح في الضلمة في الصحراء في عز التلج في عز الساعة، لازم يكون في حطب او بمعنى صح الفرن البدوي. من احلى الاوقات اللي في الرحلة دي كلها السمر، بعد وقت العشاء الدنيا كلها ساقعة والواحد قدامه الحطب او بمعنى اصح الفرن البدوي اللي الواحد يصحى عليه وقت الفطار ويجهز لآخر مكان في المغامرة في وادي الوشواشي وجبل الوشواشي ومية الوشواشي، وبعد كده السبق مع الجمل في قلب الجبل وعلى الطريق مع البحر في منظر من أروع المناظر اللي أنا مش مصدق إني عشتها وشفتها. فعلا بلدي مصر جميلة وفيها طبيعة خلابة، الحمد لله إنها موجودة في بلدي.